أصيب بجلطة أثناء التصوير. أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته. أعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي منذ قليل بعد الصراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما. وكان قد تعرض الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان لأزمة صحية طارئة، جاء ذلك بعد تعرضه لجلطة في المخ. وأعلن الفنان القدير عن أزمته الصحية عبر حسابه على فيسبوك. بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، وشارك في أول مسلسل إذاعي وهو حب وإلهام عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها للحب رأي آخر ومهاجر إلى الصمت والفنان والوهم. شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى منها رأفت الهجان وحارة المحروسة وأبناء الأعزاء شكرا وعائلة الحاج متولي، ومن أفلامه السينمائية دنيا شجيع السيمة وشبكة الموت. كشف الفنان القدير عثمان محمد علي عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ قائلا: أصبت بجلطة في المخ منذ أيام ودخلت الرعاية المركزة وعدت لمنزلي بالإسكندرية، لسه تعبان والجلطة أثرت على ساقي، لكن الحمد لله على كل حال. أتابع العلاج بالأدوية وبعد ذلك أبدأ العلاج الطبيعي، وإذا لم تتحسن حالتي سأعود للمستشفى. وكشف الفنان عثمان محمد علي أنه أصيب بالجلطة أثناء تصويره أحد المسلسلات قائلا: وقعت في الاستوديو ونقلوني على المستشفى في القاهرة، وتواصل معي منير مكرم من النقابة وزارني، وبعدها عدت لمنزلي في الإسكندرية. وأشار الفنان الكبير إلى أن ابنته الفنانة سلوى عثمان تواصل التصوير في المسلسل، مؤكدا أنه لم يتواصل معه أحد من زملائه الفنانين، موضحا أنهم ربما لا يعلمون بما أصابه. ربنا يرحمه ويغفر له كل ذنوبه ويصبر كل أهله وكل جمهوره.